سيدنا الإمام علي مرة يقول: كنت أطوف يوما بالبيت بالكعبة، قال: فسمعت رجلا يقول: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. قال الإمام: فالتفت قلت له: يا عبد الله، أعد هذا الدعاء. فأعاده: اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك وكرم استجابتك. فبعد ما قاله له طلع إن هو سيدنا الخضر عليه السلام، وقال له: يا علي، والذي نفس الخضر بيده ما دعا بهذا الدعاء أحد إلا استجيب له. بمحمد